زي ما في شركات قلبها ضعيف وبتخاف تخاطر، في شركات عكس كده خالص. هنتكلم النهارده عن شركه القلب الميت. حد لشوق لحاجه؟ الشركه اللي عندها استعداد انها تضحي بكل حاجه عشان تعيش المغامره. فلوس مش مهم، موظفين بيروحوا وبيجوا، المهم ان احنا نعيش الريسك حتى لو هنغرق السفينه ومعاها كل الناس. يلا توكلنا على الله. تحس ان الفلوس مش غاليه عليهم، الريسك هو الحياه. احنا بنعيش كل يوم مغامره جديده، انت مش مستمتع ليه؟ ما بتضحكش ليه انا؟ تبقى المركب بتغرق والديانه بيجروا وراهم والبنك بيحجز عليهم ومشمعهم بالشمع الاحمر ويقول لك ياه قد ايه الريسك منعش وجميل. مش عارفين حاجه، انتوا عايشين ممات المخلل. واوقات كتير بيشتغلوا بمبدا من دقن وفتله ويلبس طاقية ده مع ان كل يوم ديونهم بتزيد بالملايين مكملين في طريقهم. قلب ميت ميت، مفيش هزار. شركة القلب الميت دي ما تعرفش أي حاجة عن التخطيط والحذر، بالنسبة لهم كل يوم هو مغامرة جديدة، حتى لو المغامرة دي هتوديهم السجن هيروحوا. ممكن تبقى تزورهم هناك وتتأكد إن هم بياكلوا أكلة طعمها وحش عشان يحسوا إن هم في ريسك. اعوذ بالله. هي المغامرة والمخاطرة حلوة وجميلة وبسمسم، بس كل حاجة بالعقل. يعني قبل ما اعمل اي خطوة او اخد قرار لازم يكون مدروس كويس، نبقى عارفين ابعاده ومخاطره عشان ما يبقاش هدفنا ان احنا نجدد ونطور والموضوع يوصل بينا في الاخر لقفل الشركة. يا جدع ما تقولش كده. خلي بالك وانت بتشتغل في شركة زي دي شركة حرفيا لابسها عفريت. جهز دايما خطة بديلة بره الشركة دي. طالما الشركة عايشة في الريسك خليك انت في الامان، دور على فرصة تانية واعمل شبكة علاقات قوية بره الشركة بحيث لو الامور اتدهورت تلاقي مكان جديد بسرعة. وبما انك شغال مع العالم دي انت مش محتاج ان انا اقول لك محدش بياكلها بالساكن.